السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ وحشتوني. بصوا بقى، شايفين دي الشنط اللي انا عاملاها؟ في شنط للنادي، شنط للسوق، شنط للمصيف. فكل الشنط اللي انا عاملاها بصوا كلها من الجيبات. حطيت الجيبه اهي اللي بتستعد عشان تبقى شنطه زي دول برضو. دي كانت اخر شنطه عاملاها معاكم. شايفين الشنطه حلوه ازاي؟ دي عملتها من اعاده تدوير جيبه قديمه عندي وحطيت معاها طرحه. دي بقى كان بنطلون صغير جينز فعملته شنطه صغننه بالمنظر ده. دي كانت الجيبه بقى برضو عندي، فحطيت عليها برضو قطعه من القماش وعملتها بالشكل ده. بس بصوا انا بحب الشنطه دي جدا جدا، لاني بقى عملت لها سوسته كده وبقى دايما معايا في السوق في المصيف في اي حته. الشنطه دي بقى مقاس اصغر شويه. دي برضو كانت جيبه عندي، بس انا ما بحبش الجيب الفاتحه، فروحت عاملاها بالمنظر ده. طبعا كانت مقطوعه فما كانش ينفع ان انا اديها لحد وهي مقطوعه، فكل الحاجات اللي فيها قاطع ما بينفعش ان انا اديها لحد. شايفين الجيبه دي كانت اخر جيبه اللي عملناها باعاده تدوير الشنطه والطرحه. دي بقى كانت قطعة من الجلد وش وظهر اهو، وعملتها وحطيت لها برضو بقايا جلبية قديمة من الجنس عندنا. دي بقى كانت جيبة قصننة كده، بنتي كانت بتلبسها وبتلبس عليها بنطلون، فقلت لها لا الجيبة دي مش حلوة خالص، ما كانش ليها حزام، فعملت لها حزام من قطعة برضو من الجنس فايضة عندي. برضو دي كانت بنطلون جينز، بصوا اهو البنطلون بسوستته بكل حاله اهو، وحطيت عليه بقى من الرجلين، عملت القطعة دي وحطيت الاستيكر البنوتة دي. وطبعا الرجل التانية عملتها الكتف بتاع الشنطة بالمنظر ده. دي بقى الجيبة اللي هتستعد لإعادة التدوير، حبيت أوريها لكم وهي لسه جيبة، وهنشوف بقى هنعمل ونظبط فيها إيه. بس حبيت أوريكم استعراض للشنط والمقاسات. طبعا في مقاس صغير ما يكون البنطلون صغير، وجيبة طبعا بتبقى معمولة شنطة كبيرة. أتمنى أفكاري تعجبكم وتشوفوا القناة وتشتركوا معايا، وأشوفكم بخير في الفيديو القادم. إلى اللقاء، باي باي، سلام عليكم.